البوري السنجاري بنعمله بالطريقة ديت كده على شبكة. فتحناها من الظهر، شلنا السلسلة وغسلناها غسلة كويسة. طبعا احنا ما قشرناش السمك عشان ما يلزقش مننا في الشبكة. وهنتبله بقى التتبيلة الحلوة، فلفل اخضر كده مع توم مضروبين في الخلاط مع الليمون والملح والكمون، شوية شطة، شوية كزبرة، بابريكا، كاري، لو معلقة مستردة في التتبيلة بيبقى حلو قوي. مظبطين الملح والليمون، شوية زيت. تبلنا السمكة أو السمك كله كده بالفرشة بالتتبيلة الحلوة دي. هو ده السنجاري اللي بيتعمل على شبكة في المطاعم، وبياخد ريحة الفحم برضه لما يحطه فوق الفرن كده ويدخن بعد المرحلة اللي هتشوفوها دلوقتي. عندنا صوص فيه شوية صلصة كده، فكينهم بشوية مية كده يعني خفين الصلصة، سنة زيت بسيطة، عصرة ليمونة، نكسرها كده بشوية ملح. ولو عندنا كيس كاتشب أو معلقة كاتشب شغال مع معلقة مستردة برضه بيبقى زي الفل. هنفك الصلصة، وبعد ما نفكها بالشكل ده كده اهو، نبدأ بقى نسقسق البورياية بتاعتنا، أو مثلا لو سمكة ماكريل، أي سمك هنعمله سنجاري بنديله الصوص ده كده بيطعم، بيبقى حلو قوي. وبعد كده بنحط شوية خلطة، بصل، فلفل، طماطم، بشر جزر، شوية خضرة، أي خلطة في قلب السمكاية كده. عملنا التتبيلة مع الصوص مع الخلطة. هنا طبعا الصوص الأحمر واخد شوية زيت، ممكن معلقة زبدة، بيبقى زي الفل. والتتبيلة عليها زيت. هندخل السمك ده الفرن كده على نار متوسطة، ياخد لون أحمر وينشف أحمر بعد التسوية يعني. الصوص ده بيبقى حلو قوي. جربوه طبعا للقاروص شغال، للماكريل، للبوري، للبلط، ممكن لو البلط كبير شوية بيبقى زي الفل. جميع الأسماك طبعا عندنا الشعور، الناجل، الطراد، الشريفة، جميع الأسماك الصوص والتتبيلة شغالة. دخلنا السمك الفرن، لما خد اللون ده كده والخلطة بدأت تتحرق مني بالشكل ده كده، حطيت الشبكة فوق ظهر الشواية لما كمل سواه من تحت وطلع معايا بالشكل ده. عايزين نذكر الله ونصلي على الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم، ونقول رأينا في التعليقات. يا ترى بتحبوا البوري السنجاري على شبكة أفضل ولا في سيلفر؟ وقريبا إن شاء الله نعمل السنجاري في سيلفر. وبص على الجمال، قرب، شايف؟ الله، يا سلام على الجمال. رشة شبت بقدونس كزبرة على السنجاري هيبقى زي الفل. ده السنجاري الحلو السريع السهل اللي موجود في المطاعم. لو عجبنا الفيديو شاركوه للغير، وقولوا لي رأيكم في التعليقات. بتحبوا تاكلوا السمك السنجاري بأنهي طريقة، وأنهي أفضل نوع سمك بتحبوه بالشكل ده؟ نشوفكم على خير إن شاء الله. سلام عليكم.